أبرز ما ذكر هذا الرجل الرقراقي: أنا الرجل المناسب لقيادة المغرب نحو كأس أفريقيا، وأنا من سيأتيكم باللقب. طبعا أنا أحترم فيه ثقته بنفسه، أحترم فيه أيضا هذا الإصرار وهذا الطموح، لكن لا أتصور على أنه من اللائق أن نردد هذا الكلام في هذا التوقيت بالذات. أنا أعود بك وبك المشاهدين إلى أشهر مضت، عندما كان المنتخب المغربي في مباريات الودية أو الرسمية يفوز خارج الإقناع، يعني نتائج غير مقرونة بالأداء الجيد. وأنت تعرف أن الجماهير المغربية والصحافة المغربية متشددة في هذه النقطة بالذات، تريد دائما من المنتخب المغربي أن يجمع بين الأداء والنتيجة، لدرجة أنك تصف غير من اللائق؟ لا، بمعنى أنه توقيتها لما تقولها اليوم. أنت ذكرت احنا الآن ليس لما من اللائق. أنت ذكرت يا بدر ليس من اللائق. ليس من اللائق أنني نقولها الحين. لماذا أقولها في النهاية؟ طيب قبل سنتين وأنت رجل أستاذ في الصحافة، قبل سنتين نعم. صرح الرقراقي قال لا غوارديولا ولا أنشيلوتي أنا من سيحقق بطولة للمغرب. لو أحضرتم غوارديولا ولا أنشيلوتي أنا من سيحقق لكم اللقب. صحيح. وهذا أمر يسعدنا في النهاية، لكن أن يكون الرد موجها للصحفيين بهكذا شكل، قالها مرة ولمنا عليه، اليوم يعود ليكرر. لماذا يكرر؟ كل ما احتدم النقاش وكلما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والانتقادات على الأداء، لأن الناس متخوفة من مباراة مالي، يقولوا هل بهذا الفريق سنتوج أبطالا لإفريقيا؟ طيب. فلما تدخلك نزعة الشك، هو عايز يرد عليها، لما يرد عليها بهكذا عبارة جازما، وكأنه يفتح عيني في الناس ويقول لهم لا أنا من سآتيكم باللقب. قد تفسر انها ثقة من أنا أقول لك شيء، يجيب لنا اللقب وأنا أبوس راسه، وإذا ما جاب اللقب أنا أقبل راسه، وإذا ما جاب اللقب، إذا ما جاب اللقب يطبق على نفسه ما كان يقوله دائما من أنه سيترك مكانه لمدرب آخر. هو بنفسه قال أنا من سيأتيكم باللقب، ويعطيك الحق في أنك تصفه ليس من اللائق أن يصرح. أنا عند رأيي طبعا، هذا رأيي، ما دام أنه هو بيصرح أنا من حقي أن نعلق عليه ونقول من غير اللائق. فتحي، هذا التصريح الخطأ في الوقت الخطأ. التصريح الخطأ، ونوضح لك في الوقت الخطأ. التصريح الخطأ لماذا؟ لأنه يا الرقراقي احنا لعبنا 2 جولات، مشوار مازال طويل. إذا كان من اليوم أنت ما تنجمش تمسك نفسك من الضغوطات، كيف يمكن أن تسيطر على اللاعبين؟ إذا كان من اليوم تسمع في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والناس تنقد رئيسة، تنقد اليوم وغدا وبعد غد، إذن التصريح الخطأ ما حقكش دخلت في هذه اللعبة. بعد جولتين تقول أنا سأوفر الكأس، لا، الواحد تحط على روحك الضغط وانت تحت الضغط، تحت ضغط غير عادي. يمكن واثق. الثقة خليها عندك وعديها للاعبين، تعديهاش للجماهير، لأنه بقدر ما تصرح بهذه الطريقة بقدر ما يكون اللوم غدوة. وقال لك لو يفوز نبوس له راسه، لكن لو ما يفوزش مش لازم نحكي. شنو النتيجة؟ النتيجة خايبة ياسر. بطبيعة الحال إذا كان النتيجة ما يفوزش بكأس مغربية مجند، كل الإمكانيات متوفرة. طيب شنو النتيجة؟ يمشي يعني سيغادر، ولكن يعطيك الحق كما ذكرت لبدر أن تقول تصريح خطأ في الوقت الخطأ. سنين يعني تصريح الخطأ بهذه الطريقة في الوقت الخطأ. فما مدرب نجم أول قبل ما تبدأ البطولة يسألوني يقول لهم أنا مرشح نحب نفوز بكأس أفريقيا، أما بعد جولتين والفريق مركز على مقابلة هامة جدا، يريد أن يعني تصريح يكون صارم. أنا نتصور صارم على أساس أن يوضح ويبعد الشكوك والمخاوف. شوف أنا نتصور وليد الرقراقي اللي نحبوه وعيش العرب الكل ولا فارق الكل، عايشنا أحسن لحظات في كأس العالم، عمرنا ما ننكره هذا. طيب. لكن نتصور وليد الرقراقي لازم يهبط شوية من برج العاشي. وليد الرقراقي عنده شوية كبرياء. وليد الرقراقي لا مش ما لهاش علاقة. لا اختلف معك تماما. لا برج العاجي بالطبع، لأنه يظن وأنه يملك كل الحقائق
وكل الانتقادات خاطئة، وهو الذي يعرف كل شيء. أراه ساعات نسيت انه حقق مركز رابع في افضل نسخه موندياليه هنا في قطر، وحقق الاعجاز. ايش قلت لك؟ قلت لك عمرنا ما ننساه. لكن سامحني، التاريخ نتاعك عام 22 ولا ما يسمح لكش انك ما تغلطش. مش معناها خاطر وصلت عام 22 اختلف معك صار. الكمال لله. اختلف صار. انا اللي نقول له استمع للانتقادات، للنقد ولا للانتقاد. تفضل صابر. بص، كل كلامك انا متفق معاك فيه لحد اخر نقطه، اللي هي لحد انه ينزل من برج العاجي وكبرياء وليد الركراكي ابعد ما يكون عن هذه الجزئيه. ضغط زايد عليه، قله خبره، اضطر انه يقول التصريح دوت. معاك تماما، لانه اضاف قله خبره الحين يا صابر، اضاف بعد هذا الوقت كله. لسه وليد الركراكي لسه صغير في العمر، مر واحنا كلنا بضغوطات كاس بنتعلم. العالم، احنا بنوصل لحد ما احنا طول العمر بنتعلم. مفيش مشكله، مش عيب، مش خطا. انما وليد الركراكي يكون مثلا مغرور او متعالي او عنده كبرياء او ينزل من برجه العالي، لا تماما. وليد الركراكي كشخص، وانا اتعاملت معاه هنا في قطر عندما كان مدربا للاتحاد، ابعد ما يكون عن هذه الشخصيه. ولكن اعيب على وليد الركراكي في الوقت نفسه انه بالفعل زود عبء زياده. ده اكتر مدرب عليه حمل قبل انطلاقه البطوله وبعد انطلاقه البطوله، كده هو اللي عليه. طيب انت اختلفت مع فتحي في وصف بدر ليس من اللائق. لا اصل هي كلمه، ان هي ده كلمه مسمى مش لائق. مش لائق، مش طبيعي، مش صحيح يعني. انا مش شايف ان هو فيها كلمه يعني عادي، تصريح عابر. لا، كلمه عاديه. لا، انا مش شايف فيها حاجه. وحيد، انا اتفق مع صابر في كلمه انه ليس متعالي. انا ايضا تعاملت مع وليد الركراكي هنا، وحتى سافرت معه في سفرياته مع الفريق التحكيم. تعاملت معه شخصيا. اخطا فتحي في وصفه. اكيد صابر. انا وليد الركراكي تعاملت معه شخصيا في مؤتمرات بعيدا عن الدوحه، حتى في سفرياته في الخارج. شخصيه ممتازه جدا. ليس متعالي مع الصحفيين، مع الاشخاص العاديين. طيب التصريح الثاني بس التصريح الثاني ان انا املك افضل لاعب في افريقيا، وهو من سيجلب لي كاس افريقيا. يقصد اشرف حكيمي. لازم نعرف السؤال اولا. لما نعرف الإجابة موجودة، لكن السؤال احنا مش عارفين. إذا كان الصحفي سألوا إذا كان أشرف حكيمي هل سيساهم بتحقيق لقب كأس أفريقيا، أكيد سيكون إجابته بهذه الطريقة. وحتى بالنسبة ذكر أشرف حكيمي سيشارك في المباراة القادمة، وهو سيكون سبب من الأسباب في تحقيق كأس أفريقيا. أكيد أشرف حكيمي، تحدث عن أشرف حكيمي، تحدث عن أفضل، مفروض يكون هو صاحب بالون دور، يعني معاه في التصريح. أكيد. يعني أنا أملك أفضل لاعب في أفريقيا، سيجلب لي اللقب. تمتلك مفاتيح تحقيق اللقب. واحد من المفاتيح، مش مفتاح واحد. يعني أنا فقط لا بس عشان نصل للنقطة. أنت ذكرت الجزائر، الحين المغرب خلاص راحت ولا؟ لا ها؟ لا، انا قلت لك مفاتيح. نحكي عن يعني واحد على المغرب، يعني واحده من المرشحين. انا اشرف حكيمي عنده المفتاح. فقط حبيت نعلق على النقطه فيما يخص بدر الدين. وليد الركراكي تعرض لانتقادات كبيره في اوقات كان يحقق نتائج جيده، سلسله النتائج، سلسله الانتصارات، وفي كل مباراه يتعرض لانتقادات. جميل. كيف تريد ان يرد للصحافه؟ طيب جميل. فتحي، عندك كلمه فقط. كلمه. هو ما يعرف وليد الركراكي عنده 6 سنين. انا ما نعرفوش. من بعد هز كاس تعرف من امتى ينجم يتغير الشخص. جميل. قديش من واحد يتغير تماما. حسام حسن ذكر مدرب منتخب مصر ان لا يوجد منتخبات ضعيفه في هذه النسخه الافريقيه. نتابع.